تخيل تصحى من النوم تلاقي كل اللي حواليك متجمد في مكانه، وانت الوحيد اللي قادر تتحرك. قبل أن نبدأ اشترك بالقناة وفعل زر الجرس للاستمتاع بالمزيد. في زمن بعيد وفي قرية صغيرة تدعى ذريح، عاش رجل يدعى هاشم بن سليم. كان فقيراً لا يملك سوى بيت طيني متصدع وثوبين باليين وكلب وفي اسمه وبيح. كان هاشم نحيل الجسد، أسمر البشرة، عيناه تحملان حزن السنين وأمل الغد، ولحيته الخفيفة غزاها الشيب. كل صباح يخرج إلى وادي الجنادل يجمع الحطب ليبيعه بثمن زهيد، يشتري به كسرة خبز وقليل من التمر. أما زوجته هند فكانت جميلة الوجه حادة اللسان، لا تصبر على الفقر، تلعن حظه وتصب غضبها عليه كل يوم. وفي صباح غائم عاد هاشم من الوادي مرهقاً، حاملاً رزمة الحطب ورغيفاً يابساً، فوجد هند واقفة على باب البيت، عيناها تقذفان شرراً. صرخت وقالت: اخرج من بيتي يا رجل النحس، ما عدت أريدك. وقف هاشم مذهولاً: أجننت يا هند؟ أين أذهب؟ لا ملجأ لي سوى هذا البيت. صرخت بسخرية: اذهب وعش مع كلبك وبيح، فهو خير منك وأنفع. تكسرت كرامته، جمع ما تبقى له من متاع في كيس صغير وسار على طريق مغبر، ووبيح يمشي خلفه يلوح بذيله كأنه يواسيه. جلس عند أطراف القرية تحت شجرة سدر عتيقة، رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، لم يبق لي إلا هذا الكلب، فكن لي عوناً. كانت تلك لحظة البداية لحكاية لم تتخيلها هند ولم يحلم بها هاشم. مع غروب الشمس جلس هاشم صامتاً ووبيح يضع رأسه على ركبته. قال وهو يحدق في السماء: يا رب، إن طردتني الدنيا فلا تطردني من رحمتك. ثم سار إلى كوخ مهجور في أطراف القرية، وأوقد ناراً صغيرة وافترش الأرض وجعل من وبيح أنيسة، وقال: ما ضرني الفقر يا وبيح إن كنت إلى جانبي، أنت أصدق من 1000 من البشر. وبينما كان يرتب الكوخ ليبيت، وقعت يده على شيء صلب تحت التراب. بدأ يحفر ووبيح يحفر معه، حتى ظهر صندوق خشبي قديم عليه نقش غريب وقفل صدئ. كسره بحجر، فإذا بعينيه تلمعان أمام أكياس مملوءة بالذهب والدنانير والحلي. جلس على ركبتيه، قبل الأرض والدموع في عينيه. أهذا حلم أم أن الله استجاب دعائي؟ عاد الكنز إلى مكانه، وأخذ جزءاً صغيراً، ثم ذهب للسوق متخفياً. اشترى جملاً ومئزراً جديداً وأدوات للنقل والتخزين، وعاد إلى الكوخ. بدأ يخرج الذهب شيئاً فشيئاً، يشتري بضاعة ويبيعها، حتى صار له محل صغير في طرف السوق يبيع التمر والزيت والقطن. أحبه الناس لصدقه وأمانته، حتى لقبوه التاجر الأمين. رغم الثراء بقي يسكن الكوخ نفسه، يطعم الجياع ويسقي العطاش ويخفي نعمة الله عن الناس. وفي الليل يجلس بجانب وبيح ويمسح على رأسه. لا يعلم أن أغنى رجل في القرية يسكن مع كلبه في كوخ. بدأ الناس يلاحظون تغير حاله، منهم من أعجب به ومنهم من حسده. أما هند فقد طلقها زوجها الثاني القاسي، فعادت لبيت أهلها تراقب هاشم من بعيد، والندم يأكل قلبها. وفي ليلة هادئة طرق الباب، فتح هاشم فوجد هند، ووجهها شاحب وعيناها دامعات، وقالت: سلام عليك يا هاشم، جئت أطلب السماح. جلس صامتا ثم قال: للزمن دورته، وللقلب قدرة على الغرفان، لكن الجرح إذا شفي ترك أثراً. وفي الصباح رآها تكنس أمام الكوخ. قالت: أريد أن أكفر عن خطئي. قال بهدوء: هل قيمة الرجل في ماله أم في حسن عشرته؟ لو عرفت قدري وأنا أجمع الحطب ما طردتني ليلتها. بكت هند وقالت: كنت غبية، أعماني حب الدنيا، فهل من فرصة أخرى؟ قال: قد غفرت لك، لكن من كسر لا يعود كما كان، يمكنك البقاء في طرف الكوخ إن أردت. مرت الأيام وهاشم صار قدوة لأهل القرية، يقصدونه بالنصح، الفقراء يجدون عنده العطاء، والتجار يعرضون عليه الشراكة. وذات يوم جاءه حازم بن مروان نائب الوالي،
نريدك ممثلا للقرية في مجلس الحكام. لكن هاشم رفض. كنت أنام على الطين وأشرب من زق ماء، كيف آمر على الناس؟ إن غفلت يوما ظلمت، وظلمي أشد من فقري. خرج الرجل مدهوشا، وعظم قدر هاشم في أعين الناس. لكن الحسد بدأ ينخر قلوب، وكان في السوق رجل يسمى جداع، حسود حقود، أشاع بين الناس: لقد وجد هاشم كنزا مدفونا تحت الأرض. وصل الخبر إلى رجل اسمه نصيب، رجل ماكر قاطع طرق سابق، أقسم أن يعرف سر هاشم ولو بالحيلة. أرسل أعوانه ليقربوا المسافة يختبرونه ويستدرجونه، لكنه كان أذكى منهم. وفي ليلة معتمة تسلل نصيب وثلاثة من أشراره إلى الكوخ، لكن وبيح كان لهم بالمرصاد. نبح بصوت هز سكون الليل، ثم انقض على أحدهم وغرز أنيابه في ذراعه. استيقظ هاشم، أمسك عصاه، خرج ليجد اللصوص يفرون، فصاح بهم: أتطلبون الكنز؟ إنه هنا، في التعب، في الصبر، في الكرامة. في الصباح اجتمع أهل القرية، اعترف اللص تحت التعذيب، فحكم على نصيب بالطرد من القرية، ومنحت الأرض التي أراد سرقتها إلى هاشم. صار هاشم رمزاً للأمانة، وصار وبيح رمزاً للوفاء. وذات صباح عادت هند، قالت باكية: والله ما جئت إلا لهاشم الرجل الذي أحببته، لا لماله. ابتسم هاشم، أمسك بيدها: إذن لنبدأ من جديد، هذا كوخنا وسيصير قصراً ما دام فيه قلبان صادقان. قفز وبيح فرحاً كأنه يبارك اللقاء. وفي المساء دعا هاشم أهل القرية وأقام وليمة، وقال: كنت يوما مطرودا أعيش مع كلب واحد، واليوم أنا أغنى رجل، لا بما أملك بل بمن أحبني. وهكذا أسدل الستار على قصة كان فيها الفقر امتحانا، والوفاء كنزا، والحب خاتمة الحكاية. لو عجبتك القصة شاركها واعمل لايك.